هقول لك في الفيديو ده ازاي تشغل لعبه بيس بالكنترولر بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 4 اكس بوكس. حابب اقول لك حاجه، ان كل الفيديوهات اللي كانت قبل ما انا اعمل لك الفيديو ده كان كلها كده. الفيديوهات اللي قديمه دي كلها كده هم بيدفعوا فلوس في الحاجه ديت. بالبدايه هم ما بيقولكش ان هم دافعين فلوس، بيشتركوا في التطبيق عشان يفعلوا الميزه، عشان كان الاول كان في ملفات او بي بي، وعشان كان بيشتركوا بالتطبيق عشان يشغلوا اللعبه. يا اما كانوا بيجيبوا قطعه سعرها حوالي $10، بس دلوقتي خلاص الموضوع بقى سهل، ما عادش في ملفات او بي بي، ونعرف نشغل لعبه بكل سلاسه من غير ما ندفع اي حاجه. بس ابقى معايا الفيديو وانا اقول لك على كل حاجه. اول حاجه انك تحمل الرابط التطبيق اللي انا سايبه لك تحت في الوصف. الموضوع برضو عامل لك باختصار رابط، بس الموضوع مش هيبقى صعب. بعد ما تحمل التطبيق وتثبته على موبايلك هيظهر لك بالواجهه ديت. اعذروني بس على جوده الفيديو، علشان ده اول مره اصور كده في الفيديوهات بتاعي. فدي واجهه التطبيق. هتكون عليك تضغط علامه الزائد وتعمل اضافه، وهي تدور على لعبه اي فوتبول وتعمل اضافه. انا حاططها مبدئيا. هنا بقى بيقول لك ايه؟ لا يوجد جهاز متصل. الخطوه ديت هنعمل بقى حاجه مهمه. كل اللي عليك هتجيب الكنترولر بتاعك، دراع بلاي ستيشن 3 دراع بلاي ستيشن 4، وهتشغله وهتوصله بالبلوتوث. انا حاليا بالاكس بوكس وصلته بالبلوتوث على الموبايل. طب لو بلاي ستيشن 3 تضطر تكلف نفسك شويه، حوالي مش فاكر $1 تقريبا $2. قطعه اسمها او تي جي. هجيب قطعه او تي جي توصلها بالموبايل بتاعك، وتوصل فيها الشاحن، وتوصل الشاحن بكنترولر بتاع بلاي ستيشن 3. بعدين اول ما توصل الكنترولر تروح على التطبيق نفسه، وهتضغط على اللعبه وهتدخلك اكنها لعبه فوتبول عاديه خالص، وهتدخل حسابك وتظبط الجرافيك وتبقى معاك كل حاجه تمام. نيجي بقى لخطوه ان احنا نظبط الاعدادات بتاع الكنترولر عشان نعرف نلعب. كل عليك هتروح تضيف كده زر كده مثلا على الباص، وتعمله على حرف اكس، تمام، او هو حرف الايه في الاكس بوكس. وبرضك في الثرو انا اخليه واي. تعمل اعدادك على كل حاجه في الكنترولر بتاعك، تضغط على الحاجه وتتك على الزرار اللي انت عايزه. بعد ما تخلص دي تعمل اس او علامه الصح اللي فوق دي، تروح على الديفنس. ظبط اعداد برضو بتاع الديفنس. انت عندك هنا تروح مثلا ضيف زرار تاني، هتضيف حوالي 4-5 زرار كده، ماشي. وهتاخد بقى كل زرار فيهم وتحطهم على حاجه. هنا في السويتش انا هخليه مثلا ال1. هروح مثلا هنا على الدفاع انا هخليه مثلا اكس، تمام كده. نزيد واحد تاني ونخليها مثلا اكس، وتعمل اوكي لو ضغطت الرساله دي عادي. وتجيب الحاجه التانية مثلا هنا على التاكلينج انا خلاها بالاو اللي هي البي في الاكس بوكس. وهتضيف كمان زرار من علامه الزائد ديت على الداش، انا خليها R1 تقريبا كده، نخليها R1 ونعمل اوكي. بعدين نعمل علامه الصح اللي فوق ديت، وكده احنا عملنا الاعدادات بتاع اللعبه ذات نفسها واحنا بنلعب. هنروح برضو نضيف كمان زر كده، نضغط على علامه اللي فوق ديت، نعمل اي نو، وتضيف علامه الزائد وتروح على كي، وتضيف كمان زرار على الباك تخليه مثلا الاو. الزرار اللادات انت متعود عليها براحتك، اعمل اللادات اللي انت عايزها. تضغط على الاكس بوكس مثلا بالاو، تعمل صح وترجع عادي، تمام كده. واروح برضو اضيف كمان زرار على الستارت، وتكه في يد التحكم اللي معايا تكه ستارت، وبس كده تعمل صح. وكده انت ظبطت حاليا الاعدادات بتاع اللعب وكل حاجه تمام. تقدر تلعب دلوقتي في اللعبه من غير اي مشاكل بيد التحكم. وبرضك عايز انوه برضك على كمان حاجه في يد التحكم للبلاي ستيشن 3، انك لو هتيجي تعمل بلاي ستيشن 3 هتجيب برضك زي ما قلت لك، هتكلف نفسك حوالي $1 $2 تقريبا، سعرها رخيص. هتجيب وسط او تي جي، هحط لك صوره دلوقتي في فيديو، وهتجيب وسط الشاحن ودراع بلاي ستيشن، بس توصلهم كلهم في بعض بالموبايل وخلاص كده، وتخش تلعب برضك وتظبط كل حاجه زي ما انا قلت لك. وبس كده جرب بقى العب. لو عندك صدقني، لو عندك موبايل قوي في اللعبه صدقني هتستمتع جدا في اللعبه، وهتلاقي فيه تجربه ممتعه وانت بتلعب. بس دي كان الفيديو. اسيبكم بقى مع حبه لعبه كده وانا بلعب بيد التحكم. واسف على الصوت لو كان فيه ازعاج بس شويه في الصوت او ازعاج قوي يعني. وبس دي كان فيديو. متنساش تعمل لايك وشير، حط اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم فيديو جاي بصحه وسلامه. سلام.